ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وخير. النهارده هنعمل مع بعض الكفر لإزازة المية. كلنا بنستخدمه في الفترة بتاعة المدارس، وكمان لو طالعين رحلة أو رايحين مشوار بعيد كلنا بنحتاج إزازة مية ساقعة. فعشان نحافظ على المية ساقعة لازم تبقى في كفر فيه نسبة عزل علشان يحافظ على المية بتاعتنا. أول حاجة هنحتاجها هنا هو ده لكفر إزازة 500 مللي. عايزين ايه؟ عايزين العزل ده سمكه 2 مللي، وفي 3 مللي وفي 4 مللي، كل واحد يعني اللي يلاقيه في السوق يجيب. ده العزل بيبقى فوم من تحت وحراري من فوق عشان يحافظ على درجة الحرارة. ده ووتر بروف ستان. ودي بطانة علشان العزل بتاعنا ما يتضرش. كم مساحتهم؟ كده 20، يعني العرض بتاعها الطول بتاعها 20 والعرض بتاعها 32، يبقى 20 في 32. محتاجين كمان قطعة من البطانة دي، عرضها 35 في 20، ومحتاجين عزل 5 سنتي، 5 سنتي في طول 32 أو 30 أقل سنتي أو 2 سنتي، علشان احنا هنتني الأطراف هنا وهنا، وهنعمل جيب للشداد بتاع الزمزمية. كمان محتاجين هنا الووتر بروف والبطانة، وكمان في فوم دي 6 سنتي 12 سنتي القطر بتاعها. احنا عايزين نص القطر بتاعها بالبرجل 6 سنتي، فهناخد 6 سنتي ونعمل بيهم دايرة. عايزين القطر بتاع الدايرة 12 سنتي، يبقى اللي هي طه او بتاع الدايرة دي 12 سنتي. 12 سنتي احنا لما نفتح البرجل هنفتحه 6 بس. تمام، يبقى ده كل اللي محتاجينه. كمان محتاجين حزام. الحزام ده طوله 120 سنتي، 120 سنتي اهو 60 وده جزئين، يبقى ده كام؟ ده 120. دول 3 قطع 20 في 32، 20 في 32، 20 في 32 دي برضو 32 زي ما قلت لكم. 32 في 5 سنتي، 5 سنتي، 5 سنتي اهي، او 6 سنتي، يعني احنا هنقصرها لغايه لما نوصل للحد اللي احنا عايزينه. احنا عايزين 5 سنتي بس. دي 20 في اهو 20 سنتي الطول بتاعها، 20 سنتي في 35. عايزين قطعة واحدة بس منها. اهو ده الجزء الفوم العزل، معانا الووتر بروف اللي هو مش بيدخل ميه، او الستان البلاستيك ستان ده بيتجاب من عند بتاع ادوات منزليه. اي حد عند بتاع الادوات المنزليه انت بتختار الشكل اللي انت عايزاه، وكده هنبقى جاهزين علشان نعمل الزمزميه مع بعض. اول حاجه هنعملها ان احنا هنمسك الووتر بروف دي وهنحددها في النص، وناخد علامه، وناخد علامه شايفينها اهي. بناخد علامه صغيره خالص بحيث ان هي تعلم لنا فين النص. بنعد 7 سنتي، 7 سنتي، 7 سنتي، ونروح معلمين علامه تانية. ده مكان الايد بتاعت الزمزميه، يبقى عندنا نص وعلامه يمين وعلامه شمال. دلوقتي هنعمل هناخد الايد بتاعت الزمزميه ونركبها، الايد بتاعت الزمزميه ونركبها. هنركبها ازاي؟ هنشوف مع بعض دلوقتي.
هنا الجزء اللي بيلمع ده بيبقى من بره، والجزء الخشن ده من جوه. بنعمل ايه؟ بنبتدي نتني تانية خفيفة خالص كده، نص سنتي. الناحية التانية نفس الحاجة. بنتنيها كده، وبناخد خط بعد نص سنتي. الخط اللي احنا عملناه الجيب ده، عملناه عشان ندخل فيه الخيط بتاع الزمزمية، عملناه عشان ندخل فيه الخيط بتاع ايه؟ الزمزمية. دلوقتي هنحط الفوم ده عشان يعزل الجزء اللي من فوق في الازازة، ما تبقاش مكشوفة، وهنخيطها. بقى عندنا الجزء ده كاملان كده، هننضف الشغل بتاعنا. خلاص دي خلصت كده معانا، وهنبتدي نعمل باقي الحاجة اللي احنا محتاجينها، اللي هو جسم والقاعدة بتاعة الزمزمية. كده احنا معانا الجزء ده، ركبنا الفوم الحراري في البطانة، وكمان ركبنا الايد والستانة دي. دلوقتي هنركب الجزء اللي هو بيبقى في الدبارة او الرباط، اللي هنبتدي نعمل منه نشد منه الزمزمية او نغلفها. ده بنركبه الاول على المكنة هنا. كده بقى شكله معانا اهو كده. وبعدين هنعمل خيط صغير خالص، بس بعدين خالص يعني مش دلوقتي. وبعدين هركب الجزء ده اللي هو الدايره دي. هركبها ازاي؟ هركبها زي ما احنا شايفين كده، وهنبتدي نسحب دي كده كده. بصوا عشان نسهل الدنيا، لازم دي الدايرة كنا عملناها الأول كده كده، عشان تبقى مرنة وما تكشكش معانا في الشغل. بصوا كده. زي ما انتم شايفين كده يعني قطعناها كده حتت صغنطوطه، علشان احنا وبنعمل فيها ما تبصش مننا او تلف معانا بسلاسه.
هنا هنحتاج اللي هو الدبارة دي. ده مخصص للربط زي بتاع الشوزة كده، سوري. وهنبتدي نعمل ايه؟ هنبتدي نجيب الحلقة دي. الحلقة دي هتربط معانا الدبارة لما نحطها في الاخر. دلوقتي هنبتدي نتكك الدبارة دي في البيت اللي عملناه للزمزمية. احنا هنا دلوقتي هنركب السدادة اللي بتمنع الدبارة دي ان هي تجري. كده اهو بقت كده معانا. بنربط ربطة هنا وربطة الناحية التانية علشان ما تجريش، يعني مش كل ما نيجي نربطها تجري مننا. تمام كده. ودي باقي معانا كفر الزمزمية اهو. اهو بنحط الزمزمية بتاعتنا زي ما قلت لكم. ده بيكفي زمزمية 500 ملي مية، او اكبر حاجة بسيطة 600 ملي، لكن مش اكبر من كده. في مقاسات كتيرة منها تكفي اللتر ونص واللتر واللتر الا ربع. دي ممكن تشيل كمان اللتر الا ربع. يا رب يكون الفيديو نافع مفيد ليكم واستفدتوا منه. لو استفدتوا منه ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب للقناة عشان القناة تكبر بيكم. دمتم في حفظ الله، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.